حرفيا هذا اطيب كريسبي فيليه ممكن تجربوه. صوص الترتار شي خيال، دمار. نجيب نوعية زينة من سمك الفيليه ونقطعها بهذا الشكل. ورا ما قطعناها راح نحضر الطحين اللي راح نسوي بيه التتبيلة. الطحين راح نضيف له ملح وكاري كركم وكمون، ها صار شعر. وراها راح نضيف عليه الماء يكون بارد، ونخلط الخليط بحيث يكون لا ثخين ولا خفيف. اذا صار خفيف راح نحط له شويه طحين. انا صار عندي خفيف، خليت له وراها شويه طحين. راح نضيف عليه ليمون حامض البرش مالته، وراح نضيف عليه نعناع حتى يتنكه السمك زين وتروح الزفاره من عنده. لا تنسون الثوم المهروس، وتضيفون السمك للخليط وتخلوه بالبراد مدة ساعتين او 3، تضيفون مكعبات مال الثلج حتى الخليط يصير بارد. ليش الخليط يصير بارد؟ لازم يكون الخليط بارد حتى الكريسبي عندنا يطلع بصورة صحيحة. لما تخلوه بزيت حار راح يصير عندنا كريسبي خرافي. فهذا هو سر الكريسبي الناجح، لازم يكون الخليط بارد. نجهز اخر شيء صوص الترتار اللي هو عبارة عن مايونيز، ملح، فلفل ابيض، شبنت، معدنوس، خيار طرشي او خيار مخلل، ليمون حامض، هاي ليمونة كاملة عصرناها. نخلط المواد وما ننسى فص الثوم المهروس، والصوص يكون عندنا جاهز. هذه هي وصفتنا، جربوها شي دمار.